السلام عليكم حبايب قلبي. ودحين بدي اسوي لكم طريقه الحلبه حلا. شوفوا دحين بغلي الحلبه هي الحصى، وبعدين حطيت هنا معلقه خميره ومعلقه سكر، خليتهم يخمروا وبعدين اوريكم ايش. لا تنسوني باللايك والاشتراك يا حبايب قلبي. شوفوا كيف. الحين يا حبايبي رجعت لكم تاني. دحين بنحط كاستين ونص سميد، بس يكون السميد خشن. شوفوا كيف السميد خشن شويه، في سميد ناعم وفي سميد خشن. وهذه الخميره هي خمرت معانا. دحين نحط كست عفوا كاستين ونص سميد وكاسه دقيق. بعدين بنحط عليها الخميره وبنحركها مع بعض، وكاسه ونص زيت نباتي. لا تنسوني امانه عليكم باللايك والاشتراك قلبي. رجعت لكم دحين حطيت الزيت وبسبسته زي ما بنبسبس هذا. وهي المويه بتاعت الحلبه، وهذه الحلبه بدي اخدها دحين كاسه حلبه وبحطها هنا وبعجن في الميه وبحط الخميره وبعجنهم مع بعض وبورجيكم بعدين. لا تنسوني باللايك والاشتراك يا حبايبي. دحين يا حبايبي رجعت لكم بعد ما فردتها اهي. بعدين بنجيب القطاعة. شوفوا انا عندي الصينية هذه المعتمدة حقتي، يعني في البيت ما عندي غيرها الا هذه. عاد نعمل فيها انتوا هي الصينية عندكم تكون ارتفاعها 2 سنتي، 2.5 زي كده، 3 زي كده تحطوها. وبعدين تخلوها تخمر لها يا نص ساعة يا 10 دقايق على حسب الخميرة اللي حطيتوها. بالعافية يا حبايبي. حقطعها طبعا انتوا قطعوها وعملت الشيلة كاستين موية وكاستين ونص سكر. وبعد ما غلي حطيت نص ليمونة، يا حمد الليمون نتفة. دحين بدي اقطعها واخليها حبايب وادخلها على 180 درجة الحرارة من تحت. بعدين بحمرها من فوق. لما الاقي الجناب زي كده اتحمرت بحطها فوق. يلا حبايبي واشوفكم في الفيديو الجاي. امانة عليكم لا تنسوني باللايكات والاشتراكات. شوفوا يا حبايب قلبي الحين طلعتها. شوفوا منظرها بشهي. تعالوا تعالوا تفضلوا معانا يا حبايبي. الحين بنحط لها الشيرة. طلعتها من الفرن بحط لها الشيرة. لا تنسوني باللايك والاشتراكات يا حبايب قلبي. الله يسعدكم يا رب حبايبي. لا تنسوني باللايك واشتركوا بالقناة. كومنت حلو كده منكم حبايبي. شوفوها كيف ما شاء الله تبارك الله. وسع وسع.